عربية كريستيانو رونالدو رياضية وقعت في المية دي، عشان كده جبت المغناطيس العملاق بتاعي عشان اصطاد بالمغناطيس هنا. ودلوقتي انا لقيت حاجة كبيرة وتقيلة، بس مش عارف يا ترى ده حقيقي ولا لا. يلا نشوف الفيديو من تيك توك. بصوا يا جماعة، كريستيانو رونالدو الحقيقي CR7 اتشاف في النادي، كان بيهزر وبيستمتع، لكن بعدين بص في الساعة الوقت كان محدود، قرر يجري عشان يتأخر على ماتش الكورة، صح؟ وكمان شوهدت بوجاتي شيرون خضرة حقيقية ماشية بسرعة جامدة في الغابة دي، وبصوا مكتوب سيو على جنب العربية. وبعدين يا نهار أبيض، ده جنان يا جماعة. البوجاتي شيرون دي بسرعة خرافية وقعت في المية دي. دلوقتي في حاجة لزقت في المغناطيس بتاعي، يلا نجرب نطلعها. أنا على وشك أطلع عربية رونالدو كلها من المية. شوفوا في حاجة خضرة، يا نهار أبيض مكتوب عليها CR7 ولونها أخضر. ده شعار CR7 لما كريستيانو بيقول سي. بس يا جماعة ده معناه ان مفيش حاجة كويسة. العربية البوجاتي بتاعت CR7 كلها تحت المية دلوقتي. لازم نكمل نرمي علشان نساعد كريستيانو، هو محتاج مساعدتنا، لازم نسرع. البوجاتي عربية غالية جدا وCR7 فعلا عنده واحدة، فلازم نفضل نرمي علشان نطلعها من المية. يلا دلوقتي حالا. حاسس بحاجة؟ ايوه، اقدر اطلع العربية كلها من المية. سمعت صوت جاي من بوجاتي رونالدو، بس ايه ده يا جماعة؟ اوه في حاجة طالعة من المية، دي وسخة جدا. بس يا جماعة ده جزء من البوجاتي. ايوه بالظبط، بصوا ده شعار بوجاتي، ده الجزء الامامي من العربية. دي بوجاتي كريستيانو رونالدو، اتقسمت لقطع ولسه تحت المية. يمكن كريستيانو رونالدو محتاج مساعدتنا. بس ايه ده؟ اوه لا، ده يونيفورم اصلي وفريد لكريستيانو رونالدو. يعني هو كان جوه البوجاتي دي؟ يا جماعة لسه مش قادر افهم اذا كان ده حقيقي ولا لا، بس لو مش مزيف كريستيانو رونالدو محتاج مساعدتنا، ممكن يكون مات. لازم نلحق بسرعة، لازم نرمي المغناطيس. بس خليني اجرب اليونيفورم بتاعه الاول، عشان انا من اكبر معجبين رونالدو. ايوه كنت بحلم بده من زمان. اليونيفورم الحقيقي بتاع كريستيانو رونالدو. هو متقطع شوية بس مين فارق معاه؟ هو مبلول شوية بس مين فارق معاه؟ اديني التيشيرت. ايوه ده عظيم. CR7 الحقيقي كان لابس ازاي ده، يعني انا قوي جدا وجامد جدا زي رونالدو. ايوه انا مبسوط جدا اني استلمت زي CR7 الاصلي. بس يا جماعة لسه لازم نساعده لانه في مكان تحت المية. انا حاسس اني شايل حاجة تقيلة جدا، يمكن اكون جبت العربية كلها دلوقتي. ايوه هي في مكان هناك، لأن لو صدقتوا الفيديوهات بوجاتي شيرون كانت ماشية بسرعة جدا ودخلت على طول زلمية. أنا حاسس بده، بس يا جماعة مش راضية تطلع. حاسس إن المغناطيس بتاعي علق. لازم ننقذ بوجاتي كريستيانو رونالدو أو CR7 نفسه. نحتاج مساعدة عشان أطلع المغناطيس بتاعي من المية. يلا نكلم عربية نصف نان. يلا تعالى هنا. ايوه دي عربية نصف نقل بتاعتي القوية جدا والكبيرة جدا، وهربط الحبل تحت علشان اطلع بوجاتي شيرون كلها بتاعت CR7 من المية. يلا بينا نعمل كده. يلا لازم يسرعوا علشان عربية CR7 بتاعته ممكن تكون تحت المية. تمام يلا بينا. يلا ايوه الحبل بيتحرك. عظيم، احنا خلاص هنطلعها. انا شايفها. ايوه بتتحرك، انا شايف البوجاتي الخضراء. ايوه دي بوجاتي حقيقية بتاعت CR7. ده جنان، ده السكز كله. تمام يلا ننزلها. شغل جامد يا جماعة، بس احنا ما جبناش العربية كلها، جبنا السقف بس يا جماعة هو بالظبط لونه اخضر، نفس اللون الاخضر بالظبط زي عربية كريستيانو رونالدو بوجاتي شيرون اللي غرقت تحت المية ودلوقتي لقيناها. بس يا جماعة
هو ده حقيقي ولا تقليد؟ لسه مش قادر افهم. احنا تقريبا جبنا العربية الرياضية كلها بتاعت كريستيانو رونالدو. ايوه هو بالظبط. ودي فعلا البوجاتي وهي غالية جدا، بس كريستيانو رونالدو هو اللي يقدر يشتري النوع ده من العربيات. يلا نفضل نرمي ونشوف اذا كان ده حقيقي ولا لا. ودلوقتي انا حاسس بحاجة. ماشي؟ ماشي. يا ترى الحاجة دي ايه؟ بص كده، الحاجة دي طالعة من المية. يا نهار ابيض، بص مكتوب عليها كرة بوردو فرنسا. دي جايزة مهمة جدا جدا، وبتثبت فعلا انها كانت جوه العربية دي. CR7 عنده 5 أو يمكن 7 جوائز زي دي. لو تعرف الرقم بالظبط اكتبه في التعليقات. بس ده ممكن يعني ان كريستيانو رونالدو لسه تحت 100. لازم نفضل نرمي لو الموضوع حقيقي كده. لازم ننقذ كريستيانو رونالدو وعربيته الرياضية من تحت المية. انا حاسس بحاجة مش كتيرة قوي، بس في حاجة. ماشي يا جماعة، ده احساس غريب جدا، بس انا لقيت حاجة ليها علاقة برونالدو. بصوا الحدة طالعة من المية وشكلها شنطة رياضية أو حاجة زي كده. يا نهار أبيض يا جماعة، أيوة دي شنطة رياضية. فاكرين الفيديو اللي شفناه في أول الفيديو؟ CR7 كان في النادي صح؟ وبعدين اتأخر وكان مستعجل. يعني نقدر نفترض إن CR7 اتأخر على ماتش الكورة وكان معاه إزي بتاعه. دول جزم الكورة المحظوظة بتوعه. هي غالية جدا، مكتوب عليها CR7. وفي حاجة تانية مستخبية جوه الشنطة الرياضية دي. ده صفارة عملاقة. يلا نجرب نصفر بيها. واو دي جامدة ولطيفة جدا. أنا خلاص جبت طقم كريستيانو رونالدو. طب ليه ما جيبش جزمته؟ عشان اخد كل قوة كريستيانو رونالدو. صح؟ ايوه دي مقاسي بالظبط. يعني اقدر ابقى احسن لاعب كورة وانا لابس جزمة وطقم CR7. هبقى احسن لاعب كورة زي كريستيانو رونالدو. بس اظن اني مش محتاج ده. استنى، ده شكله واو. بص مكتوب عليه رونالدو. ده ايفون رونالدو CR7. يا نهار ابيض، ده مرمى الكورة وده شكله كورة مكسورة. ده غريب شوية، بس ليه واقف هنا؟ يمكن كريستيانو رونالدو كان بيتدرب قبل ماتش الكورة، زي 6 أو 7 دقايق كان لازم يلعب كورة. بس يلا نشوف فيديوهات اكتر عشان نفهم. يعني هو تأخر وبعدين شفنا عربيته وهي بتقع في المية. بس ايوه قبل ما يقع كان بيلعب كورة. ايوه كان عنده تمرين. ايوه وده الكوباية بتاعته. دي الكوباية اللي شفناها قبل كده. يعني كله بيربط ببعضه. بس يا جماعة تفتكروا ده حقيقي؟ ايوه هو بيلعب كورة وانا عايز اعمل زيه بالظبط. يعني الموضوع فعلا مجنون. كريستيانو رونالدو كان هنا وساب موبايله هنا. انا اعتقد انه كان بيتدرب في منطقة تدريب الكورة دي قبل ماتش الكورة، عشان مهم جدا يكون قوي وعنده طاقة زي كريستيانو رونالدو. وانا كمان عايز اتمرن كورة دلوقتي. يلا بينا، انا جاهز ابقى زي كريستيانو. ايوه يعني لازم ننزل تحت، ولسه لازم نفتكر ان عربية بوجاتي بتاعت كريستيانو رونالدو كلها تحت المية هناك. استنى، بص لقيت حاجة. يا نهار ابيض يا جماعة، دي عجلة من العربية الرياضية. وبص كمان عليها علامة بوجاتي هنا بالظبط. دي عجلة كبيرة جدا وقوية جدا من بوجاتي بتاعت كريستيانو رونالدو. هو فقد العجلة قبل ما العربية تخبط في المية، عشان كده ما قدرش يسيطر على العربية واختفى. يلا نكمل الرمي. هنا لازم ارجع المغناطيس بتاعي، ما عندناش وقت نفكر. عندنا وقت نرمي المغناطيس في المية عشان ننقذ كريستيانو رونالدو. بس لسه مش عارف هل ده حقيقي ولا مزيف. بس انا لقيت حاجة على المغناطيس بتاعي. يلا نشوف ده ممكن يكون ايه. لقيت حاجة خضرة تانية ومكتوب عليها سيو. يا نهار ابيض، ده باب العربية اللي طلعناه من المية. بصوا على الحاجة دي يا جماعة، الموضوع ده جنان. يعني نقدر نفترض ان البوجاتي كلها اتفككت وبقت قطع صغيرة، ودلوقتي الحاجات دي تحت في القاع. ده بالظبط نفس الباب اللي شفناه في بداية الفيديو. يعني لسه مش عارفين
الكلام ده صح ولا غلط؟ بس لازم نفضل نرمي علشان نلاقي أدلة أكتر ونفهم. شكل طلعت العربية كلها تاني، المغناطيس بتاعي فلت. أو يمكن طلعت قطعة تانية من بوجاتي كريستيانو رونالدو. شايف حاجة خضرة وحمرة طالعة من المية؟ استنى، إيه ده؟ ده شكله جزء تاني من البوجاتي وفي حاجة حمرة عليه. ده سبويلر يا جماعة، ده جزء مهم جدا في أي عربية رياضية. ده سبويلر بيتثبت في ظهر العربية ولونه أخضر زي باقي أجزاء البوجاتي اللي شفناها قبل كده. بس إيه الشنطة دي؟ إيه دي؟ شنطة رياضية تانية من كريستيانو رونالدو. يلا نشوف فيها إيه. عندنا كذا حاجة هنا، نوع من الشرابات. إيه ده؟ استنوا يا جماعة، دي مش شراب، دي قناع وجه كريستيانو رونالدو. يا نهار ابيض، ده كريستيانو رونالدو الحقيقي وعصاية التشجيع بتاعته. يا نهار ابيض، يلا نلبسها، يلا نجربها. ماشي كويس، انا كده زي كريستيانو رونالدو الحقيقي، اقدر العب كورة زي المحترفين. استنوا يا جماعة، لو هو كريستيانو رونالدو الحقيقي ليه محتاج قناع خاص بيه وعصاية تشجيع؟ دي حاجات للمتعة أكتر، مش زي حاجات لعيبة كورة المحترفين. ولسه ممكن ما يكونش الكلام ده حقيقي. يمكن دي ما كانتش البوجاتي الأصلية، يمكن كانت المزيفة، ويمكن ده ما كانش كريستيانو رونالدو الحقيقي، وده مش أصلي. شكله كل ده ممكن يكون مزيف يا جماعة. انتوا رأيكم ايه؟ وقبل ما نكمل تحقيقنا الكروي لازم نشوف ايه اللي موجود هناك. بص، قريب جدا من مكان الحادث احنا شايفين حاجة غريبة شكلها زي ترامبولين علشان يرموا حاجة في المية. بس بص، هي بايظة شوية، كانت أوسع قبل كده علشان عربية كبيرة، بس دلوقتي مكسورة. بس في حاجة مريبة، تعالوا يا جماعة، تعالوا هنا. المنحدر ده كمان لونه أخضر فاتح زي أجزاء البوجاتي اللي شفناها قبل كده. أقدر أفترض إن كله مزيف، مش بوجاتي حقيقية ولا كريستيانو رونالدو الحقيقي، لكن حاجات تقليد المشجعين أو حاجة زي كده، مش عارف. يلا نجرب رمية تانية هنا عشان نفهم ونكمل تحقيقنا. ماشي؟ يلا بينا. يمكن يكون في دليل تاني هناك. ايوه يلا. أيوة، حاجة كبيرة، يمكن تكون البوجاتي تاني أو يمكن لأ، بس أنا شايف الفقاقيع، يعني في اكتشاف مهم هيطلع. إيه ده؟ بص، حاجة غريبة طالعة من المية. بس دي الكاميرا، هي سجلت حاجة؟ ويمكن الكاميرا دي متوصلة بالبوجاتي شيرون اللي لقيناها قبل كده، ويمكن كمان ليها علاقة بالكريستيانو رونالدو. يلا نشوف. فإحنا رجعنا للأجزاء دي من البوجاتي بتاعت CR7، وبصراحة يا جماعة أنا من أكبر المعجبين بكريستيانو رونالدو. دايما شايل راسه معايا لأني بحب CR7. ولو لسه بتتفرجوا على الفيديو ده يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو عايزين تشوفوا مغامرات أكتر. بس يا جماعة احنا ما لقيناش كريستيانو رونالدو نفسه، يعني لقينا بس حاجاته، بس عربيته، لكن ما فيش أي علامة على كريستيانو رونالدو الأصلي. يمكن الكاميرا دي تقدر تجاوب على أسئلتنا. هل كان كله حقيقي ولا كله كان؟ دلوقتي أنا وصاحبي CR7، يلا نشوف الفيديو. بس مفيش شاشة هنا، الكاميرا دي قديمة جدا ما فيهاش شاشة. مش هنقدر نشوف الفيديو بس نقدر نسمع الصوت. شغالة، يلا شغلها. انا اكبر معجب بكريستيانو رونالدو. استنى، ايه؟ لا، انا اكبر معجب بكريستيانو رونالدو. مين اللي بيقول كده؟ يلا نكمل تشغيله. انا بنيت العربية بالظبط زي ما كريستيانو عنده وهعمل حركات عليها. هو بيقول انه بنى نفس العربية اللي عند كريستيانو رونالدو بالظبط، وناوي يعمل شوية حركات عليها. يلا نكمل تشغيله. الحركة اللي هيعملها على عربيته اكيد هتلفت انتباهه. انه هو هيعمل حركة علشان يجذب انتباه كريستيانو رونالدو. هو مجرد معجب، مش كريستيانو رونالدو الأصلي. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ تمام، الموضوع شغال. الموتور شغال. ده سريع جدا.
العربية ماشية. لا مش كده. اوه، والعربية كانت وقعت في المية. ده جنان. دلوقتي كل حاجة اتفسرت. ده ما كانش كريستيانو رونالدو الأصلي، ده كان مجرد واحد من معجبينه. ودي مش البوجاتي الأصلية بتاعت CR7، دي واحدة مزيفة. يعني كريستيانو رونالدو الأصلي كويس. يعني يا جماعة احنا مبسوطين. ولو عايزين تشوفوا محتوى أكتر زي ده ما تنسوش تشتركوا وتعملوا لايك للفيديو ده، لأني عندي حلم أبقى مشهور، مش بنفس شهرة كريستيانو رونالدو، بس نفسي أوصل ل5 مليون مشترك. فلو سمحتوا اشتركوا في قناتي وسيبوا لايكاتكم. اسمي سلاف، شكرا لمشاهدتكم. يلا بينا نروح نلعب كورة يا كريستيانو.